أهلا وسهلا بكم. اللي بقدمه في المستوى الأول من خطة التسويق العقاري طرق تسويقية مصممة ومجربة وناجحة وبنسبة 100% تخص العقارات. يعني دي مش دورة تدريبية ولا كورس. فلو كنت شركة تطوير أو بروكرز أو حتى شغال لحسابك، فأنت حاليا بتسمع خطة تسويق عقاري رقمي بتجيب عملاء حقيقيين. تعال بقى أشرح لك عشان تقدر تحكم بنفسك إذا كانت الخطة دي هتناسبك ولا لأ. أنا قسمت الخطة دي لمرحلتين. المرحلة الأولى ودي هنقول عليها المستوى الأول، ومرحلة تانية ودي هنقول عليها المستوى المتقدم. المستوى الأول قسمته لك 4 أجزاء. أول جزء هو البيع السريع عن طريق الحملات المدفوعة. طبعا أول حاجة جت في دماغك الفيسبوك وجوجل أدور، ده صحيح، بس أنا بكلمك عن نوعين بس من الحملات اللي بتجيب عميل عنده نية شراء. الأول بقول لك تكتب الإعلان إزاي، تحط اهتمامات إيه، تستهدف مين، سنه كام. طيب تكسب المزاد الإعلاني إزاي؟ يعني إيه مزاد إعلاني؟ يعني تظهر قبل المنافسين بتوعك بتكلفة أقل منهم كمان. بعدين بقى خطوة بخطوة، ساعتين كاملين صوت وصورة، بفتح لك الحملات اللي احنا فعلا عملناها وحققت نجاح، وبقول لك بقى تعمل ايه كوبي بيست. طب سؤال، هو الكلام ده مش موجود على اليوتيوب؟ مش موجود في كورسات تانية لناس احسن منك؟ بالظبط موجود، بس انا زي ما قلت انا بديك الخلاصة صوت وصورة. تعمل ايه بالظبط؟ بوفر عليك وقت وفلوس. الجزء الثاني من الخطة دي بيتكلم عن التسويق عبر البريد الإلكتروني. طبعا هتقول لي صعب، وعلى فكرة بقى محدش بيفتح الإيميل بتاعه. طيب لو قلت لك إنك ينفع تبيع عن طريق حملات البريد الإلكتروني بس، أو تقفل بيعات أكتر بعد ما تعمل الحملات المدفوعة، طب إزاي؟ أولا لازم تبقى عارف إن آخر الدراسات التسويقية بتقول إن أكبر الشركات العقارية في العالم مش في الشرق الأوسط بتحقق نسب بيع عالية جدا في المبيعات العقارية عن طريق الأداة اللي اسمها البريد الإلكتروني. ركز معايا بقى عشان تفهم الحتة دي كويس. انت النهاردة عملت حملة، جبت 300 ليدز، في منهم 3 خلصوا، المفروض ان الباقي هيروح فين؟ ولا حاجة، هنتصل بيه ونبعت له واتساب ونقرفه في عيشته. الجديد ان انت بتبقى عارف 150 او 200 واحد من اللي ما خلصوش عايزين مساحات ايه ومناطق ايه، ده لو انت بروكرز، او حتى نماذج ايه وبادجت ايه لو انت شركة تطوير. وبالتالي هنصمم حملات بريد إلكتروني عن طريق منصة مجانية ليك 12,000 إيميل مجاني في الشهر. هنبعت لهم النماذج اللي كانوا بيسألوا عنها، هنبعت لهم البادجت اللي كانوا بيسألوا عنه، وبالتالي هتحقق نسب تقفيل أكتر. هنعمل مع بعض قوائم متخصصة. يعني إيه قوائم؟ يعني قائمة هنحط فيها 400-500 عميل عايز التجمع، 400-500 عميل عايز 6 أكتوبر، عايز زايد، في ناس عايزة محلات هنحطها في قائمة لوحدها، في ناس عايزة فيلل هنحطها في قائمة لوحدها. طيب وده هيفيدني في إيه؟ هيفيدني إنك لما يبقى عندك قائمة فيها 200 300 2000 3000 عميل بس متصنفين، لما يبقى في فرصة لوحدة مميزة وغالية هتتباع بسرعة من غير ما تدفع أي حاجة في الحملات المدفوعة. طيب لو في عندك لونش هتسبق الكل بخطوة، وهيبقى عندك قائمة فيها 3-4 آلاف من المهتمين بالتجمع الخامس، هتبعت لهم المشروع بالنماذج المميزة وهتقفل وحدات أسرع. وعلى فكرة ده من ضمن الأسرار بتاعت الشركات الكبيرة اللي محتفظة لنفسها بالمهارة دي، بيقفلوا أسرع وعندهم العملاء بتوعهم ما بيعملوش حملات ب30 و40 ألف جنيه أول ما يسمعوا إن في لونش في المنطقة الفلانية. الجزء الثالث من الخطة هو تحسين محركات البحث أو SEO. هنا بقى قواعد اللعبة كلها هتتغير. ليه؟ إيه الكلام الكبير اللي أنت بتقوله ده؟ النهاردة أنا بقول لك إزاي تجيب عميل أورجانيك ما بتدفعش فيه فلوس خالص بيشتري بملايين. طب قول كلام غير ده. طيب قبل بقى ما أدربك وأقول لك إزاي تبقى موجود بمشروعاتك في الصفحة الأولى، أنا عملت لك فيديو بوريك فيه إن 95% من مشروعاتنا مشروعات ضخمة في أكتوبر وزايد والقاهرة الجديدة والإسكندرية والساحل، موجودين في السطر الأول والثاني والثالث. زياراتهم إيه والنتائج بتاعتهم إيه كمان. الهدف الأساسي إنك تجيب عميل أورجانيك يشتري من غير ما تدفع فلوس.
معلش مش فاهم اللي انت بتقوله ده، حاسس ان هو كبير شويه. ببساطه شديده جدا، انت بتبيع في مشروع زي مشروع باديه مثلا. باديه 6 اكتوبر من اكبر مشاريع بالم هيلز في مصر كلها. ازاي تبقى موجود في اول 3 سطور لو حد كتب مشروع باديه بالم هيلز، او وحدات سكنيه في مشروع باديه، او فيلل في مشروع باديه، او محلات في مشروع باديه، اي حاجه ليها علاقه بالمشروع. طيب انت كده بتتكلم عن المشروعات بس؟ لا، وبتكلم عن مناطق كمان، بتكلم عن اي كي ووردز ليها علاقه بالعقارات. طب انت عامل ده، انا عامل ده ومسجله في فيديو. معنى كده ان اللي بيدور عن وحدات سكنيه او فيلل في باديه هيلاقيني، هيلاقيك، ويدخل ويبعت استفسار، ويبقى معاك عميل ما صرفتش عليه 100 جنيه حتى. في المرحله دي هقول لك كل حاجه، هقول لك ليه موقعك مش موجود اصلا في محركات البحث. ده لو عندك موقع. هقول لك تعمل ايه عشان جوجل تأرشف المشروع بتاعك او صفحه المشروع بتاعك في 24 ساعه بس. هقول لك ازاي تستفاد من كل الزيارات اللي جت للموقع بتاعك، سواء كانت عن طريق البريد او عن طريق الحملات المدفوعه. هو وجود موقعي في جوجل مهم للدرجه دي؟ طبعا. خلي بالك، عميل جوجل هو اللي بيدور عليك، مش انت اللي بتدور عليه زي الفيسبوك والسوشيال ميديا. المرحله الرابعه الكل بيسأل عنها، ايه جوجل تاج مانجر وايه جوجل اناليتكس؟ دول عباره عن اداتين مسؤولين عن التتبع وتحليل كل الزيارات اللي موجوده على الموقع بتاعك. يعني ايه تتبع؟ احنا ببساطه شديده بنقول ان اللي بيدخل الموقع بتاعك بيعمل سكرول، بيجيب كده صفحه المشروع من فوق لتحت، ده اسمه حدث. طب اللي بيضغط على الواتساب، ده اسمه حدث. طب اللي بيدوس على فورمه معينه او بيملاها او بيبعت لي استفسار، ده اسمه حدث. طيب اللي بيدخل على صفحه من صفحات الموقع بتاعي، التجمع الخامس او 6 اكتوبر او زايد، ده اسمه حدث. كل دي احداث بنتتبعها عن طريق جوجل تاج مانجر، وبنصدرها عشان نعمل بيها تقارير في جوجل اناليتكس. طب وانا هستفاد ايه يا عم من كل اللي انت بتقوله ده؟ دي دوشه كبيره قوي. تعالى بقى اقول لك الشركات العقاريه الكبيره قوي اللي بتبيع بارقام ضخمه بتعمل ايه عن طريق الاداتين دول. مثلا انا عندي موقع عقاري كبير جواه تصنيف او صفحه معينه عن التجمع او مشروعات التجمع الخامس. الصفحه دي بيدخلها حوالي 1000 زائر يوميا، يعني 30,000 زائر شهريا. خلال شهرين 3 عملوا رقم. برضو انا هستفاد ايه من اللي انت بتقوله؟ هتتتبع بقى ال 30,000 زيارة أو ال 90,000 زيارة دول مهتمين بإيه؟ بالتجمع الخامس. تاخدهم تعمل بيهم تقرير في جوجل أناليتكس، وتبدأ تستهدفهم لما يبقى في مشروع في التجمع الخامس. يبقى أنت بتستهدف 90,000 زاير من الناس اللي دخلت عايزة تشتري في التجمع الخامس، وكل الشركات العقارية ومكاتب البروكرز بتعمل حملات من أول وجديد لما يسمعوا إن في لونش أو في مشروع جديد نزل التجمع الخامس. فرق كبير من انك تبدأ تعمل حملة من اول وجديد، او انك تستهدف الجمهور اللي انت صرفت عليه خلال ال3 شهور اللي فاتوا، وتقلل التكلفة بنسبة 70-75%، وتستهدف عميل اصلا داخل لك عشان عايز وحدات ومشاريع جديدة في التجمع الخامس. وبالتالي احنا بنبيع بالطريقة دي، وبنسبق كل المواقع والشركات العقارية بالطريقة دي. بنسيبهم يصرفوا من اول وجديد، وحليني 3-4 ايام عبال ما الفيسبوك يفهم انت عايز تستهدف مين اصلا، وانا باعيد استهداف الجمهور اللي دخل الموقع. انا بدربك ازاي تستعمل او تستخدم الاداتين دول في المستوى الاول، ولكن بدربك بعد ما تبقى وصلت لمستوى متقدم ازاي تعيد الاستهداف تاني في المستوى المتقدم من خطة التسويق العقاري. في الآخر حابب أقول إن منصة آي بروكر بتتواصل مع مواقع عقارية كبيرة حاليا ووكلاء في مصر وخارج مصر، عشان تبقى المنصة العقارية التعليمية الأولى اللي بتخدم السوق عن طريق تسويق عقاري رقمي صحيح، هدفه إنه يجيب عميل حقيقي عنده نية الشراء وبأقل تكلفة ممكنة. كمان مخططين نعمل ورش عمل مصورة هنعلمك فيها إزاي تعمل موقع عقاري بنفسك، أنت اللي هتعمله وبأسعار لا تصدق، طبعا عشان تقدر تطبق المستوى الأول والمستوى الثاني المتقدم على الموقع وما تخسرش العميل الأورجانيك. أنت لو ما عندكش موقع هتضيع على نفسك فرصة كبيرة جدا إنك تجيب عميل بيشتري بملايين ما بتدفعش فيه أي حاجة، وجوجل بيقدمه لك كهدية. اشترك معانا دلوقتي وهنساعدك ونوافيك بكل جديد في عالم التسويق العقاري الرقمي الحديث.